السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناتي تكوين كروشي للمبتدئين. اليوم البنات راح نعمل معاكم التكملة تاع المفرش هذا. البنات كنا عملنا طريقة الوحدة في الجزء الأول، عملنا طريقة تشكيل الوحدات في الجزء الثاني، وعملنا البنات دركا راح نعمل معاكم الحاشية هذه اللي راكم تشاهدوا فيها في الجزء هذا الثالث. لذلك كونوا معنا. الخيط اللي استعملناه هو دائما خيط شبيكة رقم 16، هذا اللي دائما نستعملوه احنا في القناة يعني في العمل عفوا. الكروشي تاعي انا راه الرقم نتاعو 1.15 هذا اللي نستعمله. عفوا البنات هو الرقم تاعو 6، شوفوا 1.15. لذلك البنات واللي ما عندهاش هذا الرقم ومعتادة تخدم برقم آخر في هذا الخيط تعمل عادي جدا. المهم يعني على الاعتياد البنات. دوكا رايحين ندخلوا لطريقة العمل. متنساوش البنات اللي مش مشتركات وتتابع فينا بلا اشتراك، نقول لكم البنات اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. لما تفعلوا الجرس راح يوصلكم كل جديد، راح يوصلكم البنات الاجزاء تاع الاعمال تاعنا، يعني ما تفرجوش غير جزء ومش مكتمل. وما كان له تعلقوا لنا لتحت حابين هذاك الجزء وهذاك الجزء وذاك الجزء، لانكم كون فعلتوا الجرس كان وصلكم الاجزاء كامل. لذلك البنات فعلوا الجرس، راه مهم ايضا في القناة، وايضا مهم لكم نتوما يوصلكم كامل الاجزاء. وحبيت نقول لكم باللي الفيديو هذا جانا طويل كما قلنا في الفيديو اللي فات، لذلك رايحين ندخلوا مباشرة في العمل البنات. لذلك هذاك الفيديو يعني مكمل هذا الفيديو، يعني الفيديوين هادو فقط كما كفانيش قسمته على 2. لذلك البنات يعني ما يجيكمش الامر عجيب، لانه رايحين تدخلوا مباشرة في الفيديو والتكملة نتاع المفرش هذا. لذلك البنات متنساوناش بالتعليق، وايضا تبرطاجونا الفيديو هذا. وهيا نبداو على بركة الله. هنا كملنا الدور وقفلنا هنا بغرزة الحشو كما تشاهدوا. دوكا رايحين نرتفعوا البنات. قبل ما نرتفعوا راح نعمل، شوفوا قفلنا في العمود الاول وعملت غرزة في العمود الثاني، وراح نجي في العمود الثالث نعمل انا غرزة ونصعد 1 2 3، وراح نعمل العمود الثاني، العمود الثالث، الرابع، الخامس، العمود السادس والسابع. 1 2 3 4، وراح نعمل عمود فوق العمود، سلسلتين، عمود فوق العمود، سلسلتين، عمود فوق العمود، سلسلتين، سلسلتين. وراح نجي البنات شوفوا العمود في وسط الغرزة الفي اللي كنا عملنا، ايضا ما بين العمودين راح نعمل عمود، نعمل سلسلتين ايضا، وما بين العمودين في نفس المكان نعمل عمود. شوف تحصلوا على هذا الشكل، يعني رانا عملنا عمودين في السلسلة، سلسلتين، وراح نعمل عمود فوق العمود، سلسلتين، عمود فوق العمود، سلسلتين، عمود فوق العمود. تحصل البنات على هذا الشكل. 1 2 3 4، نفوت عمود 2 ونعمل في الثالث. 1 2 3 4 5 6. هنا البنات جاونا 7، لانه اذا شفيتوا البنات حنا هذا السطر هذا الثاني راني ضفت عمود بالغلط، على بها البنات راح يبقى يمشي لي انا هنايا. المهم هي راه تجي 6 اعمدة. 1 2 3 4، وراح نعمل عمود فوق العمود، سلسلتين، عمود فوق العمود، سلسلتين، عمود فوق العمود،
سلسلتين، وراح نجي ما بين الأعمدة وسط الغرزة الفي في السلسلة نعمل عمود، سلسلتين وعمود بهذا الشكل، سلسلتين ونعمل عمود، سلسلتين ونعمل عمود، سلسلتين ونعمل عمود فوق العمود. 4 سلاسل، نفوت 1 2 ونعمل في العمود الثالث عمود 2 3 4 5 6 1 2. راح نفوت 1 2 3 في العمود الثالث، يعني نعمل أنا عمود، عمود ثاني، عمود ثالث، الرابع، الخامس، السادس، 1 2 3 نعمل عمود فوق العمود، سلسلتين، عمود فوق العمود، سلسلتين، عمود فوق العمود، هكذا سلسلتين. وراح نجي ما بين الأعمدة وسط غرزة الفي، وراح نعمل العمود، سلسلتين، نفس السلسلة ونفس ما بين العمودين نعمل بهذا الشكل غرزة الفي، نعمل عمودين عفوا سلسلتين ونعمل عمود فوق العمود، سلسلتين ونعمل العمود فوق العمود، سلسلتين ونعمل العمود فوق العمود، يعني رانا نعملو 3 أعمدة غرزة في 3 أعمدة. شوفوا يعني 8 أعمدة، 3 أعمدة عمود فوق العمود، ومن بعد ما بين الأعمدة نعمل أنا غرزة الفي اللي متكونة بعمودين وزوج سلاسل، ونزيد نرجع نعمل 3 أعمدة، نعمل 4 أعمدة سلاسل عفوا، فوت عمود الأول الثاني ونعمل في الثالث، وراح نعمل العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس والسادس، أيضا 4 سلاسل وعمود فوق العمود، وهكذا. شوفوا البنات بهذا الشكل هذا اللي كملنا كامل البنات. راح نمشي ساير داير على العمل ونرجع لكم إن شاء الله مع السطر الموالي. هنا البنات كملنا السطر وقفلنا في العمود الأول اللي طلعنا به وبدينا به السطر، طبعا هكذا. راح نجي البنات نعمل في العمود الثاني، راح نعمل البنات غرزة في العمود الثاني، غرزة في العمود الثالث، ونصعد 3 عمود 3 4 1 2 3 4، وراح نجي نعمل عمود فوق العمود، 4 سلاسل، نعمل عمود فوق العمود، سلسلتين، عمود فوق العمود، سلسلتين، عمود فوق العمود، سلسلتين، عمود فوق العمود. هنا عملنا 4 أعمدة عمود فوق العمود، نعمل سلسلتين، وراح نجي هنا وسط غرزة الفي، وفي وسط السلسلة راح نعمل عمود، سلسلتين، عمود في نفس السلسلة، شوفوا هكذا غرزة في وسط السلسلة لغرزة في سابقة، سلسلتين، ونرجع نعمل أيضا عمود فوق العمود أول، سلسلتين، عمود فوق العمود الثاني، وسلسلتين، عمود فوق العمود الثالث، سلسلتين، عمود فوق العمود الرابع. يعني عملنا الآن 4 أعمدة غرزة في 4 أعمدة، شوفوا بهذا الشكل.
1 2 3 4. شوفوا هنا نخلي البنات العمود الأول ونعمل في العمود الثاني 1 2 3 4. 1 2 3 4. نعمل عمود فوق العمود، سلسلتين، عمود فوق العمود الثاني، سلسلتين، عمود فوق العمود الثالث، سلسلتين، عمود فوق العمود الرابع، سلسلتين. هكذا في وسط السلسلة لغرزة الفي نعمل أنا عمود معه سلسلتين ومعه عمود، نتحصل على غرزة في بهذا الشكل. نزيد نرجع سلسلتين، والعمود المقابل نعمل العمود الأول، سلسلتين، عمود ثاني، عمود فوق العمود، سلسلتين، عمود ثالث فوق العمود، سلسلتين، عمود رابع فوق العمود. يعني كررنا وش عملنا هنايا، وراح نكرر فقط درك البنات. نعمل لكم 2 3 4 3 4 سلاسل. فوتوا البنات احنا عمود ونعمل عمود الأول، نعمل عمود 2، نعملو عمود 3، عمود فوق العمود، ونعملو عمود 4، عمود فوق العمود، ونزيد نرجع أيضا البنات 1 2 3 4، ونفوت عمود ونعمل في العمود الثاني. عفوا البنات، عفوا العمود الرابع، عفوا البنات. بعد العمود الرابع نعمل فقط غرزة سلسلة، وراح نجي نفوت العمود الأول ونعمل في العمود الثاني فقط سلسلة، العمود الأول، الثاني، الثالث والرابع. طبعا ما نعملوش الأول وما نعملوش الأخير في الأعمدة. شوفوا البنات بهذا الشكل فقط سلسلة هكذا ما بين وحدة. شوفوا البنات ما بين وحدة مع وحدة في هادو السلاسل هادو هنا نعمل فقط سلسلة واحدة، سلسلة واحدة، ومن بعد نكمل كلش عادي. بعد ما نوصل وحدة مع وحدة نعمل سلسلة. ما تنساوش البنات كيما نسيت انايا 4 سلاسل ونعمل عمود فوق العمود، سلسلتين، 4 سلاسل، نعمل عمود فوق العمود، سلسلتين، 4 سلاسل، نعمل عمود فوق العمود، سلسلتين، 4 سلاسل، ونعمل عمود فوق العمود. يعني نتحصلوا على 4 أعمدة عمود فوق العمود. بعد ما نعمل سلسلتين نجي ما بين الأعمدة ونعمل غرزة الفي هكذا، غرزة الفي اللي متكونة من عمود وسلسلتين، عمودين وسلسلتين هكذا. ورايح نكمل كلش عادي كما قلنا البنات وكما شرحنا بنفس الطريقة كامل. فقط لما نوصل بين وحدة ووحدة هنا نعمل غرزة سلسلة، يعني سلسلة واحدة. نزيد نكمل ثاني نفس الشرح لما نوصل هنا نعمل سلسلة كامل البنات بنفس ما قلنا. لما هنا يعني من بين وحدة ووحدة، وحدة ووحدة، ولا بياسة وبياسة، نعملو سلسلة فقط. كنا نعملو 2 دوك نعودو نعملو سلسلة بنفس الطريقة البنات، بنفس ما وش حكينا من أعمدة. نكملهم ونكمل السطر ونرجع لكم. طبعا البنات ولينا عاودنا درنا في العمل، قفلنا. شوفوا بغرزة الحشو في العمود الأول اللي بدينا به السطر تاعنا. رايحين دوك نزيدو نعملو غرزة في العمود الثاني، وراح نصعد 1 2 3 وراح نعمل عمود. يعني عملنا عمودين 1 2 3 4، ورايحين نعملو عمود فوق العمود، سلسلتين، عمود فوق العمود، سلسلتين، عمود فوق العمود، سلسلتين،
عمود فوق العمود، سلسلتين، عمود فوق العمود. يعني عملنا عمود 2 3 4 5 سلسلتين، وراح نجي في الوسط البنات. بعد ما عملنا 5 أعمدة راح نجي هنا في الوسط بين الأعمدة في السلسلة، وراح نعمل العمود الأول مع سلسلتين مع عمود ثاني، نتحصلوا على غرزة الفي هكذا. نزيد نعاود سلسلتين، وراح نزيد أيضا نعمل العمود فوق العمود 1 سلسلتين، عمود فوق العمود 2 سلسلتين، عمود فوق العمود 3 سلسلتين، عمود فوق العمود 4 سلسلتين، عمود فوق العمود 5. هكذا البنات نتحصلوا على هذا الشكل، 1 2 3 4. نفوت العمود الأول ونعمل في العمود الثاني عمود 2، عمود فوق العمود، عمود فوق العمود، 1 2 3 4، ونعمل عمود فوق العمود، سلسلتين، عمود فوق العمود، سلسلتين، عمود فوق العمود 3 سلسلتين، سلسلتين، عمود فوق العمود 4 سلسلتين، عمود فوق العمود 5. بعد الخمسة نعمل سلسلتين ونجي في وسط السلسلة، وراح نعمل عمود سلسلتين وعمود في السلسلة بهذا الشكل. نزيد البنات سلسلتين، نعمل عمود فوق العمود، سلسلتين، ونعمل العمود الثاني، سلسلتين، العمود الثالث، سلسلتين، العمود الرابع، سلسلتين، العمود الخامس، 4 سلاسل. ورايحين البنات نفوت العمود الأول ونعمل في العمود الثاني. العمود الأول ما عملناش فيه، نزيد نعمل أيضا العمود الثاني، ونفوتوا أيضا العمود الأخير. العمود الأول والأخير ما نعملوش، نعملوا الأعمدة اللي في الوسط. من بعد البنات مباشرة راح نفوت أيضا عمود وراح نعمل عمود، يعني ما عملناش حتى فاصل في السلسلة والو. 2 أعمدة وانتقلنا للعمود الثالث مع العمود الرابع هكذا. واحد 2 3 4، وراح نكرر سلسلتين، عمود فوق العمود، سلسلتين، عمود فوق العمود، سلسلتين، عمود فوق العمود الرابع، سلسلتين، عمود فوق العمود خامس، سلسلتين، ونعمل في السلسلة 2 أعمدة فارق بيناتهم سلسلتين، تحصلوا على غرزة الفي وهكذا. يعني راح نكرر نفس العملية البنات. شوفوا هنا مثل ما عملنا هنا وهنا البنات ما خلفناش، شوفوا مثل ما عملنا هنا وما خلفناش هنا حتى عينا البنات، عملنا 2 أعمدة 2 أعمدة. راح نكرر نفسها على مجريات السطر ونرجع لكم ان شاء الله. ودوك البنات رجعنا بعد ما ختمنا السطر نتاعنا، قفلنا بغرزة الحشو هنا، رايحة نرجع نصعدو بسلسلة 1 2 3 4 4 5 هكاك البنات، عفوا 5. رايحة نعمل البنات انا دركا لفتين للكروشي، ورايحة نعمل عمود بلفتين بهذا الشكل.
1 2 3 4 5 سلسلة، نعمل غرزة بيكو عند رأس العمود هكذا. 1 2 3، نزيد نرجع أيضا البنات نعمل عمود فوق العمود والعمود بلفتين بهذا الشكل. 1 2 3 4 5، نعمل غرزة بيكو. 1 2 3 أيضا لفتين ونعمل عمود بلفتين، ونزيد نرجع نصعد. 1 2 3 4 5، نعمل بيكو. 1 2 3 سلاسل، عمود فوق العمود والعمود بلفتين، لأننا رانا في السطر الأخير البنات والحاشية نتاع المفرش تاعنا. 1 2 3 4 5، ونعمل بيكو. 1 2 3، ونرجع نعمل عمود فوق العمود والعمود بلفتين. 1 2 3 4 5، ونعمل غرزة بيكو. هكذا تجي معانا. 1 2 3، أيضا عمود فوق العمود والعمود بلفتين. 5، ونعمل غرزة بيكو. 3 سلاسل، أيضا عمود. طبعا البنات حنا العمود شوفوا راني يعني تحبوا تحسبوا احسبوا، ما تحبوش تحسبوا البنات الحساب هنا ماشي شرط، لانه على قد الاعمده اللي في السطر هذا، على قد الاعمده اللي في السطر هذا راح نعمل انا فوقهم هذو الاعمده اللي بلفتين وغرز البيكو، على قدهم نعملهم. لذلك البنات ما كان له يعني تكسروا راسكم بالحساب، على قد الاعمده نعملوا فوقهم اعمده. يعني الكروشي مهما كان البنات مرة على مرة نقدروا نتخلاو على الحساب. هكذا عمود، من بعد نعمل فوقه غرزة بيكو. انا غرزة البيكو والبنات نحب نعملها ب5 سلاسل، ولما البنات نحب نعملها يعني نكبرها اكتر نعملها ب7. 3 سلاسل، عمود فوق العمود مع غرزة البيكو، 3 سلاسل، عمود فوق العمود مع غرزة البيكو، وهكذا. الحاشية تاعنا تجي ولا اسهل، فقط الأعمدة هنا بما أنه الحاشية نعملو العمود بلفتين. 1 2 3 4 5. شوف عملنا في السلسلة 5، راح نجي البنات فقط هنا يعني بين الأعمدة نحكم غرزة حشو هكذا. من بعد 1 2 3 4 5 بهذا الشكل، ونرجع من هنا نبدأ من جديد. طبعا العمود بلفتين، من بعد 5 سلاسل ونعمل غرزة البيكو، ورايحة نكرر نفس العملية وهكذا. 3 سلاسل، عمود بلفتين، وفوقه 5 سلسلة، ونعمل غرزة بيكو. ثلاثة، عمود بلفتين، وهكذا البنات. منكرروش بزاف في الفيديو البنات، التكرار بزاف يعمل غير تطوال للفيديو. شوفوا البنات فقط بهذا الشكل، بهذا الشكل البنات نعملو هكذا لما نوصل. عفوا البنات كلش ابيض في ابيض، سامحونا حتى نلقى البنات كش ما حاجه على الطابله على البيرو هذا.
شوفوا البنات هنا بما اننا عملنا حنا بهذا الشكل رايحين نكرروها البنات على هذه كامل، على كامل البنات الفونطايات هادو كامل بنفس الطريقة. ايضا هنا لما شوفوا ما بين الوحدة والوحدة طبعا احنا رايحين نوصلوا هنا نفس الشيء. ايضا من بعد ما نخلص انا غرزة البيكو راح نعمل سلسلة 5 وراح نجي البنات هنا نحكم هكذا في الوسط بين العمودين نحكم هنا السلسلة بغرزة حشو ونزيد نعاود نصعد ب5 ونكمل الأعمدة تاعنا اللي بلفتين وبغرز البيكو هكذا. لما نوصل هنا فقط كما قلنا سلسلة 5 ونحكم غرزة الحشو ونزيد نرجع نصعد بسلسلة 5 ونزيد نعاود نفس ما عملنا هنايا هادو الغرز البيكو. هنا أيضا البنات ما بين الوحدة والوحدة أيضا فقط في منتصف بين العمودين والعمودين نحكم أيضا سلسلة 5 ونحكم بغرزة الحشو ونزيد نصعد بسلسلة 5 ونكمل الأعمدة مع غرز البيكو. هنا أيضا البنات ما بين العمودين نحكم أيضا سلسلة 5 ونزيد نرجع مع سلسلة 5 أخرى ونعمل أيضا الصعود هذا تاع الأعمدة اللي كنا عملناه. دروك أنا رايحة نكمل العمل وباش ما يطولش علينا الفيديو بزاف رايحة نكمل السطر ونقفل العمل ونوريكم النتيجة النهائية. وحبوبات اللي راهم مش مشتركات في القناة تشترك في القناة وتفعل الجرس تختار الكل باش يوصلكم كل جديد وتحطوا لنا البنات اللايك. ربي يحفظكم البنات ما تنسوش تحطوا لنا اللايك وتعاونونا وتعطونا يعني على الأقل قدر التعب اللي رانا نتعبوا فيه. نكمل العمل ونرجع لكم إن شاء الله. وهنا البنات النتيجة النهائية تاع العمل تاعنا يجي بهذا الشكل اللي كما تشاهدوا فيه. طبعا الحاشية تاعنا مع بعض البنات وكنت وريتكم يعني حاشية عادية. لما نوصلوا هنا فقط سلسلة 5 مع سلسلة 5 ونحكم بغرزة حشو ونتحصلوا البنات على هذه النتيجة في العمل. شوفوا يجي البنات بياسة يعني ولا أروع في التشكيل نتاعها. تقدروا البنات كيما قلنا تكبروا فيه تصغروا فيه فقط يعني من ناحية البياس والله الوحدات حابينه أكبر نزيدوا في كمية الوحدات ولا الوحدات هذو ماناش حابينه أكبر وحابينه غير بهذا الشكل. هذا هو هذا البنات هذوك راه ما يغركمش التصوير راه في القطر نتاعو غير 28 سنتيم. القطر نتاعو غير 28 سنتيم. وهذا هو البنات يجي خفيف ظريف وبياسة ولا أروع. تقدروا البنات تعملوا منه كامل ممكن حتى البنات غطاء السرير غطاء كامل تاع السرير وهو بهذه الوحدة. وشوفوا البنات كيفاش تجي كيفاش التشكيل نتاعها ولا أسهل ولا أروع خفيف ظريف. حتى من ناحية الخيط ما يديش الخيط بزاف الوحدة هذه لأنه البنات راهم مع عمود فوق عمود وسلاسل يعني كون جات البنات فيه الكوكياج هذاك ممكن نقول لكم باللي يدي الخيط شويه. لكن مادامو عمود فوق عمود ومع السلاسل ما يديش الخيط البنات. وهذه هي هذا هو البنات وهذا هو تصويرنا عن قرب. شوفوا بياسة يعني البنات خفيفة ظريفة وتتحصلي على مفرش. اللي يسقسونا دائما على الغطاء تاع المفرش مفرش مايدة ولا مفارش كبيرة تقدروا البنات غير بالوحدات كيما درت انا دوك هادو. البنات تقدروا كيما هكا تزيدوا فقط الوحدات هادوك على قد المايدة اللي عندكم ولا الطاولة ولا حابينها في طابلة ولا على قدها البنات تعملوا الوحدات هادوك ومن بعد تعملوا الحاشية كيما عملنا. ودائما في التشكيل كما قلنا البنات نصوبوا فقط. شوفوا نصوبوا العمود مع العمود والسلسلة مع السلسلة هكا النتيجة النهائية تحصلوا على هذا الشكل تاع الورود هادو اللي داخلين في بعض. تقدروا تعملوهم دائري سداسي مثلثي يعني مادام الوحدة دائرية يعني تشكلوها كما حبيتوا. يجي مفرش مايدة ولا أروع ويجي أيضا حتى تشكلوه على شكل كاري يعني ولا مربع ولا مستطيل ولا معين. يعني التشكيل دائما تاع الوحدة أنتم أحرار البنات كيما تحبوا تشكلوا تقدروا تشكلوا.
يجي البنات والله يعني انا هذه الوحده هذه عجبتني بزاف. بعد الوحده اللي كنت وريتها لكم وكنت ننتظر يعني نلقى اقبال باش نعمل لكم التشكيل، ولكن مازلنا في الانتظار. المهم البنات دوكا راح نقطع معكم الفيديو هذا. نتمنى البنات الوحده والمفرش هذا ينال اعجابكم. انتظرونا في مفارش اخرى مع وحدات. هذه الساعه البنات حابه نعمل وحدات لانه مطلوبه بزاف، لذلك انتظرونا مع وحده جديده ولا بياسه جديده، ولا ممكن حتى يكون البنات مفرش، الله اعلم. لحد الان يعني مازال مش مقرر. نشوف يعني البنات حسب الطلبات المتابعات، وراني دائما خي نبعث لكم فيديو شورت يعني على الفيديو الجاي ان شاء الله. لذلك كونوا في الموعد البنات. اللي مش مشتركات في القناه من فضلكم اشتركوا، فعلوا الجرس، اختاروا الكل. واللي مشتركات ايضا دائما البنات ساعدونا باللايك، ساعدونا انكم تبارطاجونا الفيديو، وساعدونا ايضا تشجعونا البنات بتعليق زين يعبر على اخلاقكم، رغم انكم يعني ما كمش باخرين بالتعليقات. ربي يحفظ كل وحده اعطاتنا رايها في الموديلات، دعاتنا بالخير. ان شاء الله البنات اللي دعاتنا بالخير الكل يرجع ليها ان شاء الله. ربي يعطيكم ما تتمناو، وفي رعاية الله وحفظه. سلام.